صباح الخير، أصبحنا وأصبح الملك لله. طبعا هذا وصلني البارحة، ما فتحت لي حد الآن. الميز مال أكل بمجرات، راح أحول هذا الميز مال التواليت أخليه بمكانه. راح أشيل هذا منه، راح أغير ترتيب الغرفة كليا. طبعا أنا عبالي أصور لكم الغرفة شلون كانت خبصة. طبعا بعدنا ما كان نسيها، عبالي أصور لكم إياها شلون كانت خبصة. هاي البارحة انتهت الأعمال. ظليت ألبس الملابس أسبوع كامل وما أعلقها، لأنه كنت ناوية صراحة أغير ديكور الغرفة ومالي واهس وما أنام هنا، لأنه التكييف عطال، وأصلا هو القاط الثاني ما ينام بيه بعد من وراء الحر. حضرت لابسي من البارحة بالليل مال الدوام، قميص هذا الأبيض كويته، وهاي السترة قماشة شلون الخيش ماشي حلو، صار كلش حلو. انا بالي اصور لكم الهوسه اللي كانت هنا، الاكسسوارات اللي خلال اسبوع كامل صايرت هل عليهم كانوا تل بس. وهاي الهوسه اللي كانت هنا بس حوراء كله معزلته مرتبته خطيه من ريحه البغداد. يعني ما تدري بي ابدا اصور لكم الهوسه واشوفكم قبل وبعد. او سويت هماتين هذا البارحه بالليل، سويته جماعه الكيتو المحرومين، انا بقى عليهم بالدوام يسوون كعك وشاي وانا ما اقدر اكل الكعك، فسويت هذا كوكيز مال جوز الهند، بياض بيضتين، خفقنا لحد ما صار يعني لحد ما ارتفع وصار ابيض، وضفت له استيفيا ظرف واحد والمبروش، وشكلت على شكل كرات ودخلت الفرن، وهذا شكله. كملنا لبسنا راح نطلع للدوام. طبعا مخبصات الشالات مالكم شغلة بيها لأن وقعا ما عندي وقت أرجعهن. بس أجيب الغدا اليوم تمن وبانية. أنا هنا الغدا مالتي الكيتو، قرنابيط، تم قرنابيط، شوفوا شلون نثري، لهانة، فلفل، بامية، طبعا بيها اللحمة طعم سليج هو، واللوبيا. العبد لله هنا هسه بالكيتو جبت هذا الكاكاو دارك اللي ما بيه حلا، رحت العطار جبت ورد محمدي شوية، بذور الشيا شوية، بدي أجرب أسوي خبز ببذور الشيا، يرهم ولوز شوية، لب قرع شوية، بدي أسوي سناك مال ولب جوز شوية. وهذا شنو؟ هذا مسمار أو قرنفل. هذني أعشاب مالنا دخل بيه، وهذني راح أسوي بيهن سناك للكيتو. طبعا شوية راح أخليه راح أخليه له شوية استيفيا، راح أغش انطيني، وراح استخدم هذه ورق الزبدة لأنها خلص ورق زبدة، راح استخدمها كبديل لورق الزبدة. أمدها بالصينية، هاي الصينية راح أمد هذا بيها. راح أذوب الكاكاو بحمام مريم، أضيف له نص ظرف مال استيفيا عشان شوية يصير حلو، وراح أكسر المكسرات، الجوز طبعا واللوز راح أكسرهم، راح أخلي وياهم لب القرع وأسوي سناك هنا. أنا هسه أصوره وياكم. هسه خليته بهذا الشكل، وهذا ثرمناه، هذا عفناه كامل وهذا ثرمناه، وراح أنا أشرب هذا الشكل هنا وأمده أكيد. لجين ليش تحطي لي ايدك ماما؟ عادي. ليش عادي؟ لا مو عادي، ملون. لا ملون مو عادي صدقيني. لا. هسه راح ندوب شوفوا ما طبعا ندى اشوف لوبا بالكاميرا، لوبا هسه مدينا بهذا الشكل بزيت الكاكاو يمدوه يذوبوه ويخلوا له استيفيا. حمام مريم يعني خلينا كاسة بيها مي، ونخلي فوقها كاسة فارغة
نذوبه بحرارة الماء على البخار، ونخليه قلت لكم نص ظرف استيفيا على مود شوية، لأنه الكاكاو كلش مر، على مود شوية ننطيه حلا. واخري له جاي ايدك. أخرتها. انتي يا صف؟ ثاني؟ ايه يا صف صرتي ثاني. ثاني؟ انتي شاطرة لو كسول. شاطرة؟ أنا أكثر من عندها. تسأليني يعني لو تجاوبيني. شاطرة. شاطرة. just a minute. يلا شغلي. عندك يو. طبعا ذوبناه بحمام مريم. اريد اديره بشكل بحيث يعني ما يصير بمكان عن دون مكان. شوية لولو واخر ايدك. أيوة غلط. لولو. 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 وانا بس بلولو. انتي لا شو اسمك؟ اللي جاي. جاي. لا عاد اسميا. يراد لي شو اسمه سباتولا لو جايبت لي حوراء حتى انزله كله. جيبي لنا سباتولا. طبعا كله سوينا نزلناه بالسباتولا، وبعدين الحواف سويتهم بهذا الشكل على الجسمه، واخر شي رشيه السمسم حتى يعني هالشغلات كلها كيتونيه مسموحه بالكيتو. طبعا راح ندخله للثلاجه، ورا ما يجمد عندنا ويضرب قالب راح نقصقصه نسوي قطع. طبعا ما قطعته بالسكين، قطعته هيك قطع عشوائيه. هذا شكله تشوفون، هذا شكله قطعته بهذا الشكل بهذا الحجم احجام يعني. ويا القهوه راح استخدمه. ترتيباتنا للقهوه: القهوه الكيتو جيمر KDD، بن العميد، و استيفيا. خليت لها استيفيا، اخلي لها نص ظرف استيفيا للفنجانين. بن العميد، حليب جوز الهند اذا تحبون، او حليب اللوز. واذا ماكو حليب جوز الهند وحليب اللوز تقدرون تكتفون بالجيمر مال KDD. تخلطون مي وتخلطوه زين، طبعا يذوب يصير نفس الحليب. اشعل لكم الاضاءة. وهاي ترتيباتنا. وهذا الجوز اللي سويته. طبعا مو شرط انه كيتو، هذا همتين نقدر نعتبره سناك صحي. وحتى القهوة تقدرون تستخدمون، مو شرط جيمر يعني، تقدرون تستخدمون اذا انتم مو كيتو تقدرون تستخدمون اي نوع حليب. هذا شكلها. طبعا المبيض ما انصح به لانه مو صحي. هذا شكلها. وطبعا زوجي يشرب وياي الكيتو القهوة، يحبها اكثر من القهوة العادية لان طعمها فعليا كلش طيب. هاي الطلبية طبعا راح افتحها وراح اشوف شنو اللي بداخلها، وراح ابلش اشدها وبعدين اشيل ذاك الميز اوديه بغير مكان. طبعا يجي هيجي كثروا من الطبعا. اكو ناس تضوج من الطبعا انها متصنعة لان تحشي بالطبعا. لا هاي تجي ويا الغراب ما شاء الله خير من الله. ويجي ويا درنفيس، ما ادري هذا بيش راح يفيد الدرنفيس. هاي يمكن هاي اكو لقمة ما حد يفتحها غير هذا الدرنفيس. يمكن اتوقع هذا او ايه عادي مثلث هذا يعني. هذا ايش راح يشدون بيه مثلا؟ وهاي شنو هاي ما ليش ما رجلين؟ إيه؟ ما بي رجلين، هو مثل ذاك جوز الرجلين من ورا احتمال. ما يسيان. هاي شغلات تبع بي زوايا ماتين. خلينا نفتحها ونشده. ايه هي نبلش نشده ونشوف لكم اياه ببعض المراحل مالته، لانه يجوز ساعتين يجوز الليل يلا نقدر نكمله. هذا احتمال لانه هاي بشغلات تنشد. دريل يراد لنا دريل شحن. طبعا بعد عنان طويل نريد نعرف شويه يختلف يعني. هذا عبق مو ايكيا الاصلي، فشويه واجهنا صعوبه بالشد ماله، بس كلش طبيعي يعني. جودته مو يعني نقول مو خوش جودة، بس الايكيا شوية يصير اتكم من هذا، بس هو يعني يفي بالغرض. شدينا المفروض نشد يعني الاسفل وبعدين الاعلى، بس احنا لا بالعكس شدينا الاعلى قلبناه هيجي. خلينا نكمله وسدا نشد بهذني بعدين نشد الجرارات ونشوف لكم اياه. شدينا وقلبناه هسه نشد الظهر ماله. هاي سوينا المجرات كملناها شدناها. هذا نشتغل فيها نشدها.
بعض الأشياء اللي بقت يمكن احتمال ما إلها مكان. السكينة مال فتح. الفوق راح أخلي بيه جنط، بعض الأحذية. المسحن طبعا كلهن صفطناهن. لا مو مسحن. مو مسحن. بعد باكرين مسحن، لأنه صراحة أنا كبيه لبستهن يعني وما مسحتهن. هذا شكلهم. تدرون مصفطتهم بالقاع قلت ما راح يكفيهم، بس طلع خير وبركة. ولو بي باب اللي قدام ما حلو منظر الأحذية هيك بالغرفة مال النوم. أنا تمنيت لو بي باب، لو السطح ماله عدل والمجرات ورا السطح كان قدرت أسوي له باب. كان خليت أحمد يسوي له باب عادي ماكو مشكلة. طبعا كانوا مطشرات بكل مكان حذاء. وبعد مثل ما تشوفون بعد عفنا كل شي، لأنه صار الساعة 1. عفنا الخبصة مثل ثنتين. الخبصة مثل ما هي. هاي باكر كلها نرحوها. شوفوا حتى تشوفوا شلون صارت. قلت لكم أنا بدأ أنام بالغرفة، لأنه شو اسمه، لأنه المكيف مالتها عطلان. طبعا دول نوجد لهم مكان. إن شاء الله نرجع وياكم بالجزء الثاني، انتظرونا. خلينا الفيديو جزئين حتى نشوفكم. ماشي. أترككم برعاية الرحمن وحفظه. في أمان الله حبايب الغالين.